السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ رجاء. اليوم نقدم لكم واحد التحلية اللي كتجي زوينة وبنينة وسهلة بمكونات بساط وكاينين في كل دار. بسم الله على بركة الله. نبداو مباشرة في التحضير. عندي هنا واحد الساشية ديال سيريلاك. بالنسبة لهاد الوصفة احتاجيت جوج ساشيات ديال سيريلاك، وحدة درتها داخل الخليط وحدة للتزيين. هاد الوصفه بالضبط كنتمنى تجربوها، راه كتجي بنينه بزاف، وحتى لما كانش الدراري صغار لما كانوش كيبغيو ياكلوا سيريلاك بهاد الطريقه هادي غادي ترجع تعجبهم. هنا عندي كاس ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ. كيمكن لك تكتفي بنص كاس ديال الماء في هاد الخليط هذا. اكتفيت بالحليب لحقاش كيعطي واحد المذاق اكثر روعه، تيعطي واحد البنه اكثر. صافي هنا غادي نخلط مزيان الخليط ديالي. صافي هنا من بعد ما تخلط لي الخليط ديالي مزيان غادي نحطوه في الجنب، وغنجيب الحليب غادي نضيف عليه 2 معالق ديال السكر، 2 معالق ديال النشا، وغنخلطو مزيان عاد نحطهم فوق النار. عندي كمية ديال الحليب نصف يطرو ديال الحليب زائد كاس ديال الحليب اللي خلطته مع ساشيه ديال سيريلاك. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان السكر والنشا وضعتهم فوق النار، غادي نبقى نحرك فوق النار تدريجيا حتى نحصل على هذا القوام هذا، قوام كريمي. من بعد غنضيف عليه الخليط اللي صايبناه في الاول ديال الحليب وسيريلاك، غنضيفو عليه ونرجعو فوق النار حتى يغلي. يلا يبقى يدير فوقعات. واحد الملاحظه، نعاود ناكد لكم، فاش نوضعوا الخليط ديالنا فوق النار وحنا كنحركو بشويه بشويه، صافي يلا يعمل فوقعات نحبس النار عليه. هنا فاش كنت نزلته من فوق النار وانا كنحرك بشويه باش هكا ما كطلعش داك السخونيه في الخليط. صافي وغادي نجيب القالب اللي غنكب فيه الخليط ديالنا. صافي هنا انا جبت هذا القالب هذا. كيمكن لكم ديروا اي قالب عندكم، يمكن لكم ديروه في كيسان صغار كيجي حسن. انا اكتفيت بهذا القالب هذا. صافي هنا غندخلو الثلاجه مده ديال 3 ساعات حتى 4 ديال الساعات. للتزيين غنزينو بواحد العلبه ديال الكراميل، وكيمكن لكم ديروا علبه ديال الشوكولا. انا هنا اكتفيت بالكراميل لحقاش كيجي واحد المذاق مع سيريلاك، واحد المذاق روعه. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليقات، كيجي رائع بزاف. كيمكن لكم تضاعفوا الكميه ديال الكراميل، شحال ما كثرتو فيه كيجي رائع مع المذاق ديال سيريلاك. ما كيبقاش المذاق ديال النشا نهائيا، كيجي واحد المذاق رائع. كنتمنى تجربوه ولوليداتكم يوليو يحماقوا عليه، والى جربتوها راه غتعجبكم من اول تجربه. خطوه بخطوه، ووصفات سهله وبسيطه دائما في مطبخ رجاء. بحال هاد الوصفات ساهلين وبسيطين، والمكونات ديالهم موجودين في كل دار، ساهلين ما كياخدوش الوقت بزاف، وعاد تيجيو لذاذ بزاف في المذاق ولا في المظهر، تيجيو رائعين. صافي هنا عندي الساشيه الثانيه ديال سيريلاك، غنزوق بها تحليه كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها، ترجعوا ليا في التعليقات. بهاد الطريقه هذه غترجع تعجبك ووليداتكم طبعا. خطوه بخطوه، وصفات سهله وبسيطه وناجحه 100% مع مطبخ رجاء. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه اللي شاركت معكم، كتجي رائعه، شهيه طيبه
وبالصحة والراحة. ما تنساوش ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش هيدا دايما يوصلكم الجديد من مطبخ رجاء. دائما وصفات سهلة وبسيطة وخطوة بخطوة وناجحة 100%.